دي مناقيش باللحمه المفرومه، بس مش اي مناقيش، دي اظبط وانجح طريقه هتعملوا بيها العجينه. كمان هنعمل مع بعض تتبيله خطيره مميزه للحمه المفرومه، والعجينه من كتر طراوتها تتلف ساندوتشات. هنكتب الخميره ميه دافيه وسكر ونسيبهم 10 دقائق على جنب. في بوله هننزل بالدقيق، عليهم ملح وحليب بودره زبادي وزيت، ونقلب الكلام ده كله مع بعض. ننزل عليهم بالخميره بعد ما اتاكتفت، وبحب ارش رشه زعتر كده في العجينه نفسها. والميه هنا الدافيه هننزل بيها تدريجي لغايه ما العجينه تلم معانا. بعد كده على اي سطح عندكم نبدا ان احنا نعجن فيها كويس قوي، مش اقل من 10 دقائق لو بايدينا. هنسيبها تخمر حوالي ساعه. في الوقت ده هنحضر تتبيله اللحمه المفرومه. حطيت طماطم، فلفل احمر، بصل، توم، بقدونس، شويه صلصه وعصره ليمون. والتوابل هكتبها لكم في الكابشن. نضربهم مع بعض ونضيفهم على اللحمه المفرومه ونعجنها كويس. والسر هنا في الزبادي ودبس الرمان، هيخلوا طعمها زي الجاهزه بالظبط. عجنه بسيطه. وتعالوا نشوف العجينه بعد ما خمرت. هنقسمها لكور صغيره، وكل كوره هنفردها بشكل بيضاوي او مدور او اي شكل تحبوه. انا هنا عملت واحده كبيره وخرمتها بالشوكه، وهبدا افرد عليها اللحمه واخليها رقيقه خالص عشان تستوي معايا كويس. وهنا عملت ميني مناقيش وكمان بالجبنه. وبس كده، اظن مفيش اسهل واطعم من كده. قولوا لي انهي نوع مناقيش بتحبوه اكتر، اللي بالجبنه ولا الساده، وهستناكم تجربوها. وبالف هنا وشفا.